الرحمة من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأخ الكريم، لا تسألني عن آدم وخطيئته، ولا نوح وسفينته، وإبراهيم ودعوته، ويوسف وإخوته، ولقمان وحكمته، وأيوب وعلته، ولكن اسألني عن الحبيب محمد وشفاعته. اللهم لك الحمد يا ربي أن جعلتنا مسلمين من أمته لنتقابل معه على الحوض لننال شفاعته، فيدخلنا ربنا برحمته جنته. والآن نختتم فترة العصر من هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نقيمها على روح المرحوم سيادة العقيد محمد أبو بكر عبد العظيم لشعر، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يدخله فسيح جناته. آيات بينات من الذكر الحكيم يتم بها علينا معلم القرآن والقراءات فضيلة مولانا الحاج عبد الحليم مصطفى شربة. نتمنى لحضراتكم حسن الاستماع ولفضيلته التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل صاحب الفضيلة بالتلاوة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء
وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل قال رب اجعل قال رب اجعل وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يا مريم إن الله اصطفاك يا إذ قال
يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق صدقت يا إله فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت قلت وقولك الحق. هكذا أيها الإخوة الأكارم عشنا واستمعنا واستمتعنا مع آيات من الذكر الحكيم من إحدى الزهروين سورة آل عمران. تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة مولانا الإمام الحاج عبد الحليم مصطفى شربة، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد عماد بن سعيد مدير البنك الأهلي السابق، أستاذ محمد جلهوم، معالي المستشار محمد بن عبد الفتاح البرهامي، أستاذ أحمد سمير، الحاج طلعت أبو صقر. ونتقدم بخالص العزاء لأستاذ عادل عبد الرؤوف الحنفي، أستاذ حمادة سند. أشكر باسمكم الهندسة الصوتية التي تصاحبنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، مهندس أحمد يحيى المقيم ببعنباي، الفراشة وأحدث قصور الضيافة الحاج بكر سليم، مهندس سليم بكر، مهندس محمد سليم بكر، الإنارة وأكبر محطات الديزل مهندس أحمد حمدي أبو شنب. ترفع هذه الليلة القرآنية المباركة على أحدث مواقع التواصل الاجتماعي عبر أثير قناة المهندس حلمي شعبان. الإخوة الأكارم أذكر حضراتكم بأن هذه الليلة القرآنية المباركة تقام على روح المرحوم سيادة العقيد محمد أبو بكر عبد العظيم نشعر. نتقدم بخالص العزاء للدكتور أحمد محمد أبو بكر، دكتور وليد محمد أبو بكر، الدكتور السيد عودة، سيادة اللواء حمدي علوة، أستاذ حمادة سند، أستاذ أشرف نشعل، الأستاذ بهاء لطفي عبد العظيم، مهندس عماد حسن عبد العظيم، أستاذ محمود غيث، معلم عبد أحمد عبد العزيز أبو طبيخ،
معلم حمدي احمد ابو طبيخ، استاذ احمد عبد الستار ابو طبيخ، استاذ عماد عبد الستار ابو طبيخ، وكل عائلات لشعر. الاخوة الاكارم، اشكر باسمكم الخدمات الفندقية المتميزة والمتجددة دائما والمشهورة بعالم النظافة، متر السيد شربل، متر احمد ابو وردة شربل. الاخوة الاكارم، يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد للمتوفى 4 من جيرانه بالصلاح غفر الله له ما يعلمون وما لا يعلمون. ونحن والله نشهد إن الحاج محمد أبو بكر عبد العظيم لشعر كان رجلا مؤمنا مسلما، كان طيب القلب لين الجانب، كان مقصدا لكل جيرانه. فاللهم يا ربنا اجعل شهادتنا له نورا له في قبره يا رب العالمين. اللهم اجعل اول ليلة له في قبره هي من اسعد لياليه. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم يا ربنا احشروا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عامله معاملة الأحباب، لا لوم فيه ولا عتاب. الإخوة الأكارم، نلتقي وإياكم استكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة بعد صلاة العشاء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.